السلام عليكم، اهلا بيكم. معاكم كريم. في البداية بتمنى لكم يوم سعيد. ابيجيل بنت غلبانة قوي، سو كيوتة، مغرمة بالباليه ورقاصة باليه محترفة، لكن في الاثناء فريق من اقوى رجال وبنات المرتزقة، منهم اللي بتحب المصاصة والبت الهكراية، وواحد غبي وواحد ذكي وقناص واللمبي اللي تحسه اساسا مسطول على طول، وهم على وشك تنفيذ عملية في بيت من بيوت الاثرياء. لكن من شدة احترافيتهم الفريق ما يعرفش حاجة عن بعضهم ولا حتى يعرفوا اساميهم، وبنكتشف ان هما بيتعقبوا ابيجيل الكيوتة المسكينة ومنتظرينها في بيتها علشان يخطفوها. بس البت المصاصة ما كانتش تعرف انها عيالة، بس يا راجل كبر مخك. واول ما ابيجيل بتدخل اوضتها بيتلموا عليها ويخدروها تاني، وبيوصل ابوها للبيت لكنهم بيخرجوا قبل ما يكتشف ان بنته اتخطف. عملية نظيفة ويا رب قوينا على الشر. بس البت المصاصة قلقانة قوي عليها لكنها بتغمي عينيها، وبيروحوا بالبت على بيت قديم جدا، وبيكون في انتظارهم لامبرت اللي هيدفع لهم فلوس العملية، وهو صديق قديم للواد الذكي. وبياخدوا البت الأوضة وبيحطوا في ايديها الكلبشات، ولامبرت بيقول لهم التعليمات ان كل المطلوب منهم دلوقتي ان هم يراقبوا البت دي لمدة 24 ساعة، وبيحذرهم ويأكد عليهم ان البت المصاصة هي الوحيدة اللي مسموح لها بالكلام مع ابيجيل عشان ما تسمعش الا صوت واحد بس. وبتسأله المصاصة هي مين البت، فبيقول لها بنت مليونير هيدفع لنا فدية 50 مليون أخط. وبيجمع موبايلاتهم علشان الشرطة ما تتعقبهمش. والغبي بيسأل هو ازاي هننادي على بعض يا عم الحاج، وبيديهم الاسماء: سامية، فخري، اللمبي، وجمالات سلطان، ومليك. على حق يابا. وبيقول لهم هنتقابل بعد 24 ساعة يا اكياس اللحم المفرفر. وبيستغربوا بنت مين دي، واللمبي بيقول لهم اكيد بنت مجرم وزعيم للمافيا، والا ما كانش هيبقى عنده بيت زي اللي احنا رحنا ده. وبيقول لجمالات متومة بنت روسي على فكرة انا ممكن اقلع اللي في رجلي، فبيخفى من وشها. وبيتضح ان جمالات عندها قدرة تقرا الناس اللي قدامها. بتقول لفخري انت شرطي سابق، وعرفت من مشيته وطريقة كلامه. واما سلطان عقله فسفوسة على جسم هالك، وغالبا لان ابوه اعتدى عليه قبل كده وهو صغير، والعيال الصغيرة كانوا بتضربوا على قفاه. وسامية بنت عائلة ثرية بتشترك في العمليات بس عشان تستمتع، ومليجي جندي سابق في الجيش. اما اللمبي مخه سايح اصلا ومختل. بس الشرطي بيقول لها وانت بقى مدمنة يا جمالات عشان مش بتدي بونبوني لحد وعلى طول لابسة بكم. وبتقلق جمالات لان اللي قاله حقيقي. وبتروح جمالات علشان تطمن على ابيجيل، وبتلاقيها فائت فبتشيل الغمامة من على عينيها وبتصعب عليها قوي البت المسكينة، فبتوسع كلبشتها انا خلاص هعيط. وبتوعدها جمالات انها مش هتسمح لحد انه يؤذيها، وحياة صباع وحياة صباع. وبتسألها البت انت عندك عيال يا ابله؟ عندي ابن لكن مش هقدر اقولك على اسمه. لكن وهي ماشية خلاص بتقول لها يا جمالات ايوه ده انتوا هتشوفوا ايام سودة. وبتقلق جمالات جدا وتبدأ تفكر هي البت دي بنت مين، وبتجري تسأل فخري لكنه مش عارف مين ابوها. وبتقول له البت بتلمح اننا هنشوف ايام سود. بس بيقلق فخري ويطلع للبت ويتخض انها شافت وش، ويهددها لحد ما قالت له انها بنت كريستوف الدسوقي كبير زعماء المافيا. وبيقلق فخري ويطلع يجري ويقول لهم مع نفسك يا حبايبي، لكنهم عايزين يفهموا فيه ايه. وبيقول لهم انها بنت زعيم مافيا واصل جدا، بس هما بيقنعوه ان 7 مليون اخضر لكل واحد يستاهلوا ان الواحد يخاطر عشان هو كلها 22 ساعة والليلة هتخلص. واثناء ما الليمبي دماغه منونوة وسارح في البيت بيشوف صورة قديمة من القرون الوسطى للبت ابيجيل، وبيسمع صوت تحت يقول يا الله اللي انا وهوب حاجة بتسحبه ويصرخ الحقوني بموت. وبتسمع سامية صوته وتنزل تدور عليه وبتلاقيه فعلا، لكن لما بتلمسه راسه بتطلع في ايديها يا خرابي. وبيتجمعوا كلهم على صرختها، وكلهم بيفكروا ان القاتل المأجور لابو البت هو اللي قتله واسمه فالديز. وبيطلعوا علشان يطمنوا ان البت ما هربتش، وبيلاقوها موجوده عادي. وبيقرر مليجي يمشي لكنه بيتفاجئ ان في حديد على الباب، وبيجرب سلطان العنف لكن بلا جدوى. وهوبا كل الشبابيك بتتقفل عليهم وكأنهم في كمين، وهم محبوسين هنا للابد. وبيبعتوا جمالات لابيجيل عشان تعرف ان كان فالديز جالها فعلا ولا لا، لكنها بتقول لها ان فخري هو فالديز يا ابله، وحذرني ما اقولش لحد والا هيقتلني. ولما بتخرج من عندها بيقابلها مليك ويقول لها ما تقلقيش احنا هنقدر نخلص على فالديز لاننا الوحيدين المحترفين، واحنا الوحيدين اللي انضممنا للجيش قبل كده. لكن بمجرد ما بينفصلوا بيتمسمر مليجي في مكانه. الله ايه اللي حصل؟ وبتروح عليه جمالات بسرعه وبتكتشف ان نص وشه متاكل، هو بيموت في حضنها احي. وبتجري جمالات عليهم وبترفع
فخري اللي مستغرب من اللي بيحصل بتقول لهم هو ده فالديز البنت اوشب بيه. ايه ده انت جيت يا رمضان؟ وبيخدعها ويرفعها هو كمان وبيقول لها البنت الصغيره لبستك السلطانيه وخلاص كده ما بقاش قدامهم غير ان هم يستعملوا العنف مع البيت. وبيبعت سلطان للبيت وبيحاول سلطان يضرب عليها النار لكن جمالات بتظهر وتضربه لانها خدمت في الجيش قبل كده. وبيتعاركوا كلهم مع بعض ويك ويك وكلام كتير. بس في الاثناء ابيجيل بتفك الكلبشات لكن ساميه بتشوفها وتصرخ يا لهوي. وبيكتشفوا ان ابيجيل فاكت الكلبشات وبترقص لهم وهوبا بتقفز على سلطان وخلاص هتعض لكن فخري بينشها بين حواجبها لكنها بتقوم عادي وبياخدوا الجلابيه في بقهم ويطلعوا يجروا. وبتقوم ابيجيل وتحاول جمالات تضرب عليها النار لكن ولا الدموع وبيقفلوا عليها الباب ويهربوا. احنا محبوسين مع مصاص الدماء. مصاص الدماء رقاصه. وبيحاولوا يجمعوا معلومات عن مصاصين الدماء وازاي يقتلوهم بالتوم او يغزوهم بالخشب في قلوبهم او ضوء الشمس. بس ازاي احنا لسه في الفجر. وبيتجنن سلطان منهم وفخري بيبعت سامية تدور على توم في المطبخ لكن جمالات بتقول له البت ذكيه وهتلعب بينا الكوره ومش عارفين ان احنا هنعرف نقتلها اصلا ولا لا لكنه يابا مش فارق معاه ولازم البت تموت. وبتقرر جمالات انها ما تروحش معاهم لكن لما بيدخلوا على البت بيلاقوها بترقص مع جثه الليمبي وبتهاجمها سامية بالتوم لكن التوم ما بيأثرش فيها. وبيحاول سلطان يثبتها لكنها بتعمل منه مصفى. البت طلعت مجنونه. وبيحاول فخري يتدخل وينقذه لكنها بتغزه في رجله. رقصت باليه بقى وبتقول لها سامية انت وحشه وبيهرب. لا الصليب نفع ولا التوم نفع ولا الخشب نفع. فجمالات بتقول لهم في حاجه واحده جربناها ونفعت حقنه المنوم. وبينفصلوا علشان يدوروا عليها لكن متصلين مع بعض عن طريق السماعات عشان لو ظهرت تيجي جمالات بالحقنه وتنيمها خالص. بس سامية بتقع في حمام السباحه وتصرخ لان حمام السباحه كله جثث. وبتظهر ابيجيل السلطان اللي بيصرخ زي الاطفال يا لهوي يما يا لهوي يما ويطلع يجري وبتقرب منه ابيجيل بستايل لانها رقاصه باليه يعني. وبيخبط فيه فخري ويقع من فوق وبتبدا تطارد فخري اللي بيهرب بخوف شديد لكنها بتنجح توقعه وتمسك في رقبته وتقول له مش انت كنت بتهددني يا فس. وبتهاجمها جمالات لكن الحلقه بتقع ورا باب حديدي وبتحاول سامية تنقذ فخري لكنها بتتعض. وابيجيل بتمسك رجل فخري وتطير بيه لكن بيجري سلطان ويثبتها على الارض. وفعلا جمالات بتاخد الحقنه وتحقنها بالحقنه بسرعه وقبل ما تنام بتقول لهم ده انا هعمل منكم زبدو فواكه مشقله. وبيحطوها في قفص وبيعرفوا منها ان كلهم اعداء ابوها اصلا واضروا بمصالحه قبل كده لكنها بتقدم لهم عرض اللي يخرجها هتسيبه ومش هتقتله لان ابوها اصلا مش هيهتم يتفاوض معاهم رغم كل اللي بتعمله عشانه. فبيروح سلطان عشان يفتح لها لكن جمالات بتقول له اعقل يا سلطان لكنه برضه ما بيسمعش كلامها فبتضربه بالنار لكنها خدشته بس وهتعالجه. وبتقول لسامية تراقبها لكن سامية بتقول لها ياكش تولعوا كلكم في بعض انا مش هراقبها ياما. فبيقرر فخري يراقبها وبتحاول تغريه لكنه بيقول لها قولي على طريق الخروج من هنا وانا هطلعك. فبتقول له المكتبه دور على كتاب مامتك في العش ولا طار لكنه ضحك عليها ومش هيفتح لها لكنها كانت ماكره وكسرت القفص وكانت بتمثل اصلا ان هي محبوسه وخلاص على وشك انها تاخد حته منه. بس بتدخل جمالات وتدخل اشعه الشمس فبتفرع ايديها لكنها بتنمو من اول وجديد. وجمالات بتاخد فخري وتجري وبدوره بيجري على كتاب مامتك في العش ولا طارت وبيكتشف انها طارت وابيجيل لبسته السلطانيه هو كمان. وبتقول لهم سامية لو وصلنا لاوضه الكهرباء هنقدر نفصل الكهرباء ونفتح الابواب. وبينفصلوا لمجموعتين واثناء البحث بيتقرب سلطان من سامية لكن فجاه تعويض السامية بتخف وبتتمسمر في مكانها وتحاول تقول له الحقني يا سلطان لكنها ما بتقدرش لانها خلاص تحت رحمه ابيجيل. وفجاه بتهاجم سلطان وتمص في دمه كله وبتنادي على الاثنين التانيين واثناء ما بيتحركوا بترقص باليه ما رقاصه بقى وجاست تشيلن كده. ولما بيوصلوا بتعمل ان هي مسكينه حرام بس جمالات مش واكل معاها يابا الكلام ده. وبتقول لفخري اجري يا مجدي وبيطلع الاثنين يجروا وبيطلعوا على المكتبه بس لما بتيجي تهاجمهم جمالات بتعكس اشعه الشمس وتفرقع. وفجأة في باب سري بيتفتح وبيدخلوا منه على أوضة بيلاقوا فيها لامبرت وبيقول له فخري ده أنا هنيئا لك لكن بيكتشف إن لامبرت مصاص دماء وبيعرض على فخري الصفقة فخري الواحد إنه يحوله ويقتل أبيجيل لأن هو تحت رحمتها وهو اللي بيجيب لها أعداء أبوها لحد عندها بعد ما اكتشفت خيانته ليها وبتهدده بعيلته. وبيوافق فخري وبالفعل
بيعضه ويسقيه حبة من دمه، وبكده بيتحول فعلا. بس أول حاجة بيعملها بيقتل لامبرت. وخلاص هيقتل الجمالات، لكن بتيجي أبيجيل وتهاجمه بغباوة، لكنه بيعضها ويمص دمها بسهولة لأنها ما كانتش تعرف إنه متحول. وبتجري جمالات على موبايلها وتفتح كل الأبواب وتهرب، بس بتلاقي الباب متجنزر. يا لهوي يما. وبيوصل لها فخري وبتحاول تقتله، لكن هو غرض إن هو يلعب بيها شوية. هو بيمطوحها يمين وشمال وفوق وتحت وبالورق وبيرميها من فوق، لكن أبيجيل بتلحقها بسرعة وتقول لها ساعديني نقتله وأنا هخليكي تعيشي. وبيتلم عليه الاتنين ويحاولوا يبقلشوه، لكنه مش بيبقلش وبيكسر رقبة أبيجيل. وبتحاول جمالات تساعد لكنه بيمسمرها، وبتقوم أبيجيل لكنه بيمسكها ويمص دمها. وتحاول تفكر جمالات بوعد الصوابع، لكن كانت جمالات نفعت نفسها يا أخي. وبيروح لجمالات ويعضها علشان تبقى تحت رحمته ويخليها تقتل أبيجيل، لكنه لسه ما سيطرش عليها، ما يعرفش القوانين بقى. وبتحاول تقتله لكنه بيطيرها، لكنها بتجيب زنبوق وتحطه في بقه وتكسر رقبته وتعطله شوية. وبتيجي أبيجيل عشان تزغده في قلبه، وبتساعدها جمالات ويزغدوه في قلبه ويفرق. وبتسيب فعلا جمالات تمشي، لان طالما فخري مات هي مش هتتحول. لكن ابوها بيوصل وبيحاول يقتلها، لكن ابيجيل بتمنعه وتقول له هي اللي انقذتني في الوقت اللي انت ما كنتش موجود فيه يا بابي، مش كل مره تكسفني كده. بالتالي بيسيبها تمشي عشان ترجع لابنها وينتهي الفيلم. هل عجبكم الفيلم ولا لا؟ يا ريت تقولوا لي تحت في التعليقات. لو عجبكم الفيديو ده بقى ما تنسوش تدوسوا لايك وشير الفيديو عشان نقدر نوصل لعدد اكبر من الناس. ولو عجبكم المحتوى بتاعي ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان ما يفوتكوش اي فيديو. ولو بتتابعوني على الفيسبوك اعملوا لايك وفولو للصفحة، وادعوا لأهلنا في غزة عسى أن تكون ساعة استجابة. بس ما تخلوش أي فيلم أو أي فيديو يلهيكم عن الصلاة وعبادة ربنا. خلاص كده فيديو خلص، اشوفكم في فيديو جاي. سلام عليكم.